النهاردة هنعمل مع بعض وصفة كده بنشتريها من برا ب140 جنيه. هنعملها في البيت بنص التمن. النهاردة هنعمل معانا الطحينة بسر المصانع. هنا بقى معايا كوباية من السمسم الأبيض. أنا هعمل النهاردة ربع كيلو من السمسم. هنا معايا الربع كيلو هيبقى كوبايتين، كوباية هحطها سمسم من الأبيض، كوباية سمسم من الأحمر. هنا بقى احطهم على النار كده، وابدا ان انا اقلب فيهم لغايه ما الرطوبه تطلع منهم. فضلت اقلب فيهم كده لغايه ما الرطوبه طلعت منهم خالص. النهارده انا هعمل الطحينه بتاعتي بدون دقيق، طحينه خام. عايزه اقول لكم ان السمسم محطوط على النار كده، على نار هاديه عشان ما يتحرقش منكم، لانه هو بيتحرق على طول بكل سهوله، يعني بيحمر على طول. هنا بقى جبت الكبه بتاعتي وبدأت ان انزل السمسم اللي احنا عملناه. انزل الكمية بتاعتنا كلها، وهبدأ ان انا اعملها بقى حلوة قوي، يعني افرمه حلو قوي قوي عشان ما يبقاش محتحت معانا. انا عملته كم مرة. انا هنا بقى كنت طحنت اهو، وبقلب بقى فيه كده، وهرجع اعمله تاني عشان يبقى معمول كله زي بعضه. هبدأ ان انا اعمله بقى تاني بالشكل ده، هفرم فيه لغاية برضو ما يتطحن معايا درجة تانية. وهبدأ بقى ان انا اجيب شفشق كده يكون ببوز، او دورق يكون ببوز، عشان ابدأ ان انا انزل بسرسوب كده من الزيت بتاعنا. انا هنا فضيت الكوباية في قلبه عشان اقول لكم انا هعمل فيه ايه دلوقتي. هنا بقى انا هنزل بنص كوباية من الزيت بتاعنا في قلب الخلاط، وهبدأ ان انا اعمله بقى اضربه كده لغاية ما اللون بتاعه يفتحي معايا ويبقى لونه ابيض. وده سر ان الطحينة ما تفصلش معانا. هنا بقى عايزاه يبقى أبيض. هنا بقى عملت اهو، وهبدأ ان انا انزل عليه بالسمسم اللي احنا طحناه بالشكل ده. احنا طحناه كويس قوي عشان ما يبقاش محتحت معانا. نزلت بالكمية كلها، وهبدأ ان انا بقى اضربه في الخلاط. عايزه اقول لكم نص كوبايه اللي احنا حطيناها هتلف الخلاط معانا، مش هيقف يعني. وهبدأ برضو ان انا اقلب المكونات بتاعتنا. وهنا بقى معايا معلقتين من الفول السوداني، طحنته بالشكل ده. عايزه اقول لكم اعملوها في الكبه بتاعه الخلاط عشان تتعمل معاكم كويس بالشكل ده كده. وهنزل بقى على السمسم والزيت اللي احنا حطيناه في الخلاط، وهبدا ان انا اضرب برضو المكونات دي. ضربت برضو كده كويس. عايزه اقول لكم ان هنا بقى القوام بتاعها كان حلو برضو، بيلف معايا، ما كانتش يعني الخلاط كان بيلف معايا. هنا بقى هبتدي ان انا انزل بالزيت بتاعنا سرسوب كده، عشان يعني مش هنزله كله مره واحده. هنا هنزل سرسوب سرسوب كده بالزيت بتاعنا. وعايزه اقول لكم اللي ما حطش معلقتين الفول السوداني هيحط كوبايه الا ربع من الزيت. يعني اللي ما حطش الفول السوداني، المعلقتين الفول السوداني اللي احنا حطيناهم، هيحط كوبايه الا ربع من الزيت. هنا بقى كنت نزلت ببقيه الكميه بتاعه الزيت بتاعتنا، وهضرب تاني. انا هنا بنزل يعني سرسوب كده، وابطل الخلاط وارجع اشغل تاني لغايه ما القوام بتاعها هيبقى مناسب. عايزه اقول لكم ان هي بتاخد يعني ضرب شويه، بتاخد حبه. هنا بقى احط نص معلقه كده من الملح. هنا بقى معايا القوام بتاعها اهو، اوريكم قوامها عامل ازاي. القوام بتاعها حلو، وعايزه اقول لكم ان هي كده انت شايفينها خفيفه، بس هي هتتقل معاكم لما بتقعد بتتقل معانا. هي كده القوام بتاعها كويس قوي. عايزه اقول لكم ان الربع كيلو سمسم عمل معانا نص كيلو من الطحينه. عايزه اقول لكم ان احنا عملنا الطحينه بنص الثمن ما احنا بنشتريها من بره. هنشتريها بره غاليه، هتعمليها في البيت اوفر بكتير ما تشتريها من بره. عايزه اقول لكم انه انضف كتير جدا برضو من لما هتشتريها من بره. هنا مش حاطه عليها دقيق خالص.
هنا طحينة معايا، طحينة خالص، مش حاطة معايا اي اضافات تانية. عملوا معايا الكمية دي كلها اهي. وعايزة اقول لكم الطعم بجد حكاية. هنا بقى اوريكم القوام بتاعها اهو. عايزة اقول لكم بقى تعملوا منها سلطة الطحينة، هتبقى حكاية بجد. لو عملتوا منها سلطة الطحينة هتبقى بجد حكاية. هبقى هعملها معاكم وصفة الطحينة، سلطة الطحينة هبقى اعملها معاكم. هستنى بقى تعملوها وتقولوا لي ايه رأيكم فيها.